السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، نتمنىكم تكونوا على خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. واليوم إن شاء الله غادي نحضر مع بعضياتنا خبيزات ديال دقيق الشعير بدون دقيق أبيض، ناجحين 100% من التجربة الأولى مع طريقة الطهي في الفرن الكهربائي والفرن الغازي. وغادي نعطيكم ان شاء الله جميع النصائح باش ينجح معكم هذا الخبز ديال الشعير. بزاف الناس كيتشكاو بان الخبز الشعير كيجيهم ثقيل وكيجيهم قاصح، فاليوم ان شاء الله جميع النصائح باش غينجح معكم من التجربه الاولى. اول حاجه كيف ما كتشوفوا انا غنعجن هنا قدامكم في القصريه، ما غاديش نعجن في العجانه هكا ان شاء الله، باش الناس اللي ما عندهمش العجانه غيشوفوا بان الطريقه سهله وما كتحتاجش نهائيا لا لدلك لا حتى شي حاجه. فهنا في القصريه واضعه 500 غرام من دقيق ديال الشعير، 500 غرام من دقيق القمح الكامل. القمح الكامل حيدت ليه غربلته، حيدت ليه النخاله الغليظه، خليت فيه النخاله الرقيقه. وايضا دقيق الشعير حتى هو غربلته، يعني كنحيد منه داك الصفا. 500 غرام من كل حاجه، يعني جوج لايف جوج لايف. هنا وضعت معلقه كبيره من الخميره حبيبات. هنا واحد شويه ديال الكمون اختياري باش غنسم هاد الخبيزات، ممكن تخليهم عاديا. غنوضع ايضا واحد شويه ديال السكر، يعني هكا كيعطيني اللون الخبز كيجينا محمر. الا بغيتو تتفاداوه ممكن تعوضوه بشويه ديال العسل او تفاداو السكر نهائيا، راه ماشي ضروري. هنا خديت مقراج، يعني خديت الماء دافي، غير دفيته. اول حاجه الماء ما خصوش يكون سخون بزاف، يعني يكون غير دافي. غنضيف كميه هنا ديال الماء، يعني عيني ميزاني بالنسبه للماء، عينكم ميزانكم. انا ما غاديش نتقل هنا، يعني ما غاديش نسرع عفوا الفيديو باش تشوفوا ايضا الطريقه والكميه ديال الماء. ضفت كميه ديال الماء في الاول لان الخبز ديال الشعير ما كيبغيش يتسدلك وما كيكونش العجين قاصح، العجين ديالو كيكون شويه خفيف. صافي كميه ديال الماء كنضيفها هكايا وانا كنخلط، وغتشوفوا في الاخير القوام ديال العجين كيفاش خصو يكون. بزاف ديال الناس كيبغيو يعجنوا يعني هكا خبيزات في الدار هكايا بالشعير بالقمح، ولكن دائما كيتشكاو بان الخبز كيجيهم ثقيل، الخبز كيجيهم قاصح. فهي بصراحه نصائح اليوم لكل المشاكل الخبز او السيده اللي كتلقى مشاكل في الخبز. فهنا كيف ما كتشوفوا ضفت كميه قليله ديال الملح. في الاول ما كنضيفش الملح حتى كتبدا تجمع العجين، عاد كنضيف. كتشوفوا العجين بانها راها شويه خفيفه، ما كتكونش عجين ثقيله، لان العجين ديال الشعير او الخبيزات ديال الشعير الا درتو العجينه قاصح كيجيكم الخبز ثقيل ومدقص. كتشوفوا القوام ديالو كيفاش كاين كيفاش داير بعد ما دخلت ليه داك الملحه. هنا كناخذ تقريبا واحد المعلقه كبيره تكون عامره مزيان من زيت الزيتون. هنا كيف ما كتشوفوا العجين راه ما كندلكو ما حتى شي حاجه، غير خلطته صافي. وهنايا غنبقى ندخل ليه داك المعلقه ديال زيت الزيتون مزيان. وإلا بغيتو ندير معكم خبيزات هكا ديال الشعير او ديال القمح الكامل بدون دقيق ابيض وبالخميره البلديه، خليوها ليا في التعليق. انا دائما كنعجن هكا خبز بالخميره بلديه ملي كيكون شويه عندي الوقت. ملي كنكون هكا مزروبه فكندير خبز يعني بالخميره العاديه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كندخل داك الزيت مزيان صافي، وغنحط العجين ديالي بهذه الطريقه هذه، وغادي نغطيه بواحد البلاستيكه ونحط عليه هكايا زيف من الفوق، ونخليو العجين ديالنا يرتاح ويتخمر ويتضاعف الحجم ديالو. كيف ما كتشوفوا العجين راه كيكون كيتلصق باليدين، يعني غير كتخلطوه بهذه الطريقه اللي موضحه في الفيديو. فانا يعني ما سرعتش الفيديو هكا ان شاء الله باش تكون الطريقه واضحه. صافي غادي نغطيه ونخليه يتخمر ويضاعف الحجم ديالو ورجع معكم. يعني راه ما كياخذش معنا وقت طويل، يعني واخا الجو بارد الا درنا ليه هاد البلاستيكه وغطيناه مزيان بواحد الزيف ديال الخبز ونخليوها تقريبا واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، صافي كيكون هذاك هو الوقت الكافي باش العجين ديالنا يتخمر. هنا تقريبا داز واحد 20 دقيقه، كتشوفوا القوام ديالو كيفاش كيكون، يعني كيضاعف الحجم ديالو وكيتخمر. يعني هذا هو العجين ديال الخبز ديال الشعير، خصو يكون بهذه الطريقه هذه، ويكون خفيف العجين ومهوي. صافي هنايا غادي ناخذ ان شاء الله باش نشكل هنا خبيزات، كيبقى لكم الاختيار.
ممكن تشكلوه خبز كبير، ممكن تشكلوه هكا خبيزات صغار. فانا يعني كنفضل انهم يكونوا خبيزات صغار كيجيو خفاف احسن ما يكون خبز كبير. هنا في الزلافه عندي شويه ديال الماء اللي غندير فيها اليدين ديالي فقط. كيف ما كتعرفوا العجين كتلصق، ضروري ما كنغطس يديا في الماء باش كنهز هكا العجين. وعندي هنا في بلاطو البلبوله في حجم متوسط، هي اللي غادي نقرص فيها هاد الخبيزات. تقدروا تقرصوهم في النخاله، في السميده غليظه، في اي حاجه. صافي غنشكل هكا خبيزات في حجم شويه صغير بهاد الطريقه هذه. غادي نقص منهم انا شويه بانت ليا شويه كبيره. صافي ونحطها هكا فوق هاد البلبوله، ندورها ونقلبها للجهه الثانيه، نخليها ونمشي نشكل وحده اخرى. دائما كندهن اليدين ديالي بشويه ديال الماء. فانا هنا ان شاء الله في هذا الفيديو حاولت نعطيكم جميع النصائح، يعني وما نسرعش لكم هكا الفيديو باش يكون كل شيء واضح. طلب العديد من المتتبعات الوفيات للقناه. هنايا صافي كنشكل وحده اخرى، يعني ما كنديرهاش في الماء، غير كندهن يديا في الماء. صافي ونقلبها هكا الجهه الثانيه ونستمر. وغادي نكمل هنايا 4 نديرهم في اللاطه، ونكمل العجين اللي تبقى عندي. بالنسبه لهاد الكميه عطاتني 8 ديال الخبيزات. صافي هنا من بعد ما كمل داك 4 ديال الخبيزات الاولين غنوضعهم في اللاطه، غندوز نكمل الاخرين. دائما كيف ما كتشوفوا كناخذ الخبيزه وكندير فيها داك البلبوله متوسطه من التحت ومن الفوق، ودائما ما نساوش الجوانب، يعني نحاولوا ندوروا داك البلبوله حتى على الجوانب. صافي كنهز داك الخبيزات نوضعهم في لاطه. انا عندي هنا الفران شويه صغير، يعني غندير 4 هنا في هاد اللاطه و4 في لاطه اخرين. صافي غادي نخليهم يرتاحوا في هاد اللاطه، يعني من بعد ما كنشكلهم نخليهم يرتاحوا واحد 5 حتى ل6 ديال الدقائق ونرجعوا باش نقرصوهم. هنا من بعد ما درت الربعه الثانيين في اللاطه الاخرى حتى كانوا هادو يعني شويه ارتاحوا، صافي هنايا غادي نبداو نقرصوهم. ونصيحه يعني باش ينجح لكم الخبز، هذا الخبز ما فيهش الدقيق الابيض، والدقيق الابيض هو اللي كيعطينا الخبز، يعني كيجينا الخبز منفوخ. فلهذا الخبيزات ديالكم ما تقرشوهمش بزاف. دائما الخبز ديال الشعير والقمح الكامل اللي ما كيكونش فيهم الدقيق الابيض ما كنقرصوهمش رقاق، لان لا قرصناهم رقاق غيجينا الخبز قاصح مني غادي يطيب. دائما خليو شويه الجهد فين غادي يطلع شويه الخبز. هانتوما كتشوفوا معايا الصوره راها واضحه، يعني قرصتهم ولكن ما رققتهمش بزاف. صافي غادي نقرص الاخرين ايضا وغادي نغطيهم ونخليهم يتخمروا المره الثانيه. صافي غادي نقرص هادو نغطيهم بواحد السيف. في هذه المرحله هذه يعني انا مجرد ما كنقرصهم وكنغطيهم باش يخمروا المره الثانيه كنشعل الفرن. نصيحه الفرن يكون سخون مزيان باش كينجح لكم الخبز، سواء فرن الغاز او الفران ديال الضوء، خص الفرن يكون سخون مزيان. هانتوما كتشوفوا حطيت الاصبع ديالي الخبيزات ديالنا راهما خامرين، غنمشيو باش نطيبوهم. بالنسبه للفرن الكهربائي كنشعلو كيف ما قلت لكم قبل، يعني عي كتبدا الخبز يعني نغطيها باش تخمر كنشعلو باش يسخن 250 درجه شاعل من الفوق ومن التحت. الشبكه الوسط كنحط اللاطه ديالي وكنسد عليها، كيطيبوا في خطره، كيتحمروا في خطره من الفوق ومن التحت، وكيجي الخبز زوين الا خليتو الفرن يسخن مزيان. عكس الا خليتو الفرن بارد فما غيجيكم الخبز ثقيل وقاصح وما غيجيكمش بصراحه زوين. مجرد ما كنخرجهم من الفرن كنغطيهم هكا بزيف، كنخلي داك الصهد كيرجع عليهم وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. بالنسبه للفرن ديال الغاز تماما بحال الفرن ديال الضوء، دائما كنخليوه يسخن مزيان. فقط فرن الغاز ما كنشعلوش من الفوق ومن التحت، كنشعلوه من التحت. كنخلي الفرن ديالي يسخن مزيان، كندير اللاطه الفوق، النار كتكون من تحت الخبز حتى كتبان ليا داك الخبيزات يعني راهما طابوا تنفخوا وبداو الجوانب كيتحمروا. عاد كنشعل الفوق باش يتحمروا من الوجه. وسمحوا لي الا طولت عليكم الفيديو، فقط بغيت يعني نعطيكم جميع النصائح ونشرح مزيان هكا باش ان شاء الله ينجح معكم من التجربه الاولى. وهنا غادي نقسم معكم وحده باش تشوفوا ايضا الشكل ديالها من الداخل. انا كنقسمها معكم، راه مازال دافي يعني مازال ما بردش، مع زيت الزيتون وواحد الكاس الشاي، يعني كيجي في الصراحه رائع. فنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى نكون لبيت الطلب ديالكم وعطيتكم جميع النصائح بالنسبه للناس
اللي خلاو لي في التعليق بان الخبز ما كينجحش معاهم، لا سواء الخبز ديال القمح الكامل ولا ديال الشعير كيجيو مقاصح وثقيل. تبعوا غير النصائح اللي في الفيديو. ومرحبا بكم، مرحبا باي تساؤل خليوها ليا في الفيديو، خليو لي التساؤل ديالكم ان شاء الله وغادي نجاوبكم عليه. ونقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات اخرى. ما تنساوش ليا لايك للفيديو فضلا وليس امرا. مع السلامه.